تنبيه، قل من 15% من الناس اللي بداو هذا الفيديو وما لا يقدروا يكملوه حتى الاخر. ماشي حيت الفيديو طويل ولا شي حاجه، ولكن دماغنا مابقاش قادر يكمل ولو 3 دقائق متواصله شي حاجه، سواء فيديو، درس ولا حتى شي حلقه من شي مسلسل. خليني نسولك سؤال بسيط: واش عمرك شديت التليفون وملي كيدوز شويه ديال الوقت كتسول راسك انا علاش شديت التليفون اصلا من البدايه؟ اولا بصح كتكون ناوي تقضي فيه شي غرض، كتطلع على شي نوتيفيكاسيون كتعوم في ديك الدوامه، اولا كما كيسميوها الاجانب دوم سكرولين، حتى كتنسى داك الغرض اللي كنتي باغي تقضيه. فاذا كان طرا لك هذا البلان فما تخافش، هذا ماشي زهايمر، هذا غير واحد الحاجه خطر شويه واللي هي تعفن الدماغ. بالمناسبه انت ماشي بوحدك، حتى انا واحد من ضحايا تعفن الدماغ. فمن فتره طويله وليت كنلاحظ شي حوايج غريبين فيا، وليت كنتكاسل في قرايتي، وليت كنسى بعض المواعيد المهمه، وليت كنفقد التركيز بسرعه لاسباب غبيه. بعض المرات وليت عصبي وزربان على اي نتيجه. الصبر بدا كيتقاضى، كتاب ولا كيجيني ممل. فاش كنبغي نتفرج شي فيلم لا راه طويل بزاف، فيديو ديال 10 دقائق ولا 15 دقيقه لا مستحيل. والاخطر من ذلك التفكير والتركيز بحد ذاته ولا كيجيني صعيب. اي حاجه محتاجه مجهود بدني كنخليها وكنتجاهلها، وكنمشي كنجري للتليفون. وليت كنعتمد بزاف على شات جي بي تي، ماشي كمساعد باش يعاونني في المهام ديالي، بل كبديل ليا، ولا هو اللي كيفكر بلاصتي، كيقرر بلاصتي، كيدير كلشي بلاصتي. واكثر مشهد عبثي بالنسبه ليا هو ملي كنكون بحال شي درس في يوتيوب ولا في شي كتاب، وفي نفس الوقت كنلقى راسي كنسكرولي في تيك توك. فهاديك الساعه فهمت بلي المشكله ماشي في الوقت ولا في الكسل، فكلنا عندنا 24 ساعه في النهار. المشكله في الدماغ بحد ذاته. تعرفون الدماغ ماشي مجرد مصطلح ترند ولا غير كيبغيو يقويو علينا بهاد المصطلحات، او اي حاجه كيبغيو يفسروها بشي طريقه اللي كتوالموا. لا فهاد المصطلح رسمي وحقيقي لدرجه انه اختارته اوكسفورد ديكشنري ككلمه السنه 2024. والمعنى ديالو ببساطه هو تدهور الحاله الذهنيه والفكريه نتيجه الاستهلاك المفرط محتوى تافه او غير محفز للتفكير. غادي تقول لي شنو كيقصدوا بهاد الحيره كامله؟ المعنى هو انه السبب الحقيقي علاش دماغنا غادي وكيتدمر هو انه ما بقيناش كنستعملوه كما سمعتي. في هذا العصر ولينا غير كنستهلكوا المحتوى وما كنديروا حتى مجهود. حتى في القرايه شي كنا كنحركوا فيها دماغنا شويه ولينا كنخدموا الذكاء الاصطناعي بحال شي عبد، ولكن في الحقيقه حنا اللي ولينا عبد هاد الشهوات وهاد الادوات والتطبيقات اللي ما بقيناش عارفين كيفاش نستعملوهم. فالدماغ بحال اي عضله، فاذا ما استعملناهاش مده طويله ما كيبقاش قادر يخدم، وكيولي اي مجهود بسيط او تافه كيجي صعيب ومستعصي. خلينا نرجعوا شويه للور. دماغ الانسان من الاف السنين متصمم على حاجه وحده اللي هي البقاء. كان كيركز على هدف واحد، خطر واحد، مكافاه واحده. هذه المكافاه سميتها الدوبامين، هرمون الاحساس بالانجاز. فزمان الدوبامين كان غالي، كان صعيب باش توصل ليه. في الماضي كان خاصك تصطاد، تقاتل، تعيا عاد باش تنجح، تحس بديك السعاده. ممكن حتى تموت عادي زعما انت وسط هذا البروسيس. دابا في العصر ديالنا ولا الدوبامين رخيص وسهل بزاف، فاللي خاصك دير هو انك تدخل على انستغرام ولا تيك توك، سكرولي شويه، دير لايك وبارطاج وضحك شويه وتنشط، وها انت خديتي واحد الجرعه ديال السعاده، سعاده فوريه. فالمشكله هو ان دماغك كيعرفش الفرق بين دوبامين صحي اللي كياخذ مجهود وبين دوبامين غير صحي كيجي بزيرو مجهود. لكن الخطر فين كاين؟ فالدوبامين سريع كيكون المفعول ديالو قصير، وفي كل مره دماغك كيبغي جرعه اكبر حتى كتولي في ادمان خايب يقدر يخرج عليك ويدمر لك حياتك. فنفس هذا المبدا غتطبقوا على اي مصدر ديال الدوبامين سريع بحال مواقع التواصل الاجتماعي او المواقع الاباحيه. الله يعافينا ويعافيكم. وهذا الشيء كيخليك تدخل في واحد الدائره ديال الادمان. ففي علم الاعصاب كاينه واحد الحاجه سميتها المرونه العصبيه. المعنى ديالها ببساطه هو ان دماغك كيتشكل حسب الحوايج والعادات والقرارات اللي كديرهم وكتاخذهم في كل نهار من حياتك. الا كنتي كتعود راسك على القراءه والعمل مده طويله في النهار ديالك، فهنا التركيز ديالك كيتحسن وحتى دماغك كيتطور اوتوماتيكمون. لكن الا كنتي النهار كامل عطاه غير سكرول في تيك توك، فهنا دماغك غيضعف وغتعود راسك على التشتت. فالمصيبه فين كاينه هو انه هذا التغير وهذه المرونه العصبيه ولات اسرع في هذا العصر بسبب السوشيال ميديا والذكاء الاصطناعي والمحتوى اللانهائي. فهنا كتعلم دماغك انه ما يصبرش، ما يكملش، ما يتعمقش في اي حاجه فيها نفع لك. فالدراسات كتقول انه هذا الادمان الرقمي كيضعف التركيز، التخطيط، اتخاذ القرار وحتى الذاكره ديالنا، وكيأثر على قشره الفص الجبهي وهي الجزء اللي كيميزك كانسان، فهو اللي مسؤول عن الاراده والوعي. وهذا الشيء علاش الناس ما عارفينش يركزوا وكيملوا دغيا كيلاشيو. فالملل ولا بحال شي بعبع ولينا كنهربوا منه، مع انه الملل ايام زمان كان هو السبب الرئيسي للابداع، الاختراعات ديال الفلاسفه والعلماء. داك الشيء علاش كيقول لك انه في غالب الاحيان اخر اختراع غتخترعوا البشريه هو الذكاء الاصطناعي، حيت من بعد غيولي هو اللي كيفكر وكيبدع وكيكتشف، والناس غيوليو غير كيستاهل كل المعلومات اللي غيولي يعطينا بغض النظر على الصحه ديالها. غنوليو غير تابعينه وكنجاوبوا معاه بدلا من اننا حنا اللي كنا كنزودوا بالمعلومات والمصادر. لكن عندي لك واحد الخبر زوين، فكيف ما دماغك ولفتي على الدوبامين السريع ولا الكسل، تقدر تعاود البرمجه ديالو على القرايه والخدمه والجد. الدماغ في اخر المطاف كيدير هذاك الشيء اللي حنا والفناه. فاول حاجه خصك تكون واعي بها، راقب راسك وقتاش تشد التليفون وقتاش لا، واستعمل سكرين تايم اللي كيعطيك شحال المده اللي كتقضيها في اي تطبيق. كنظن هذه الخاصيه كاينه في اغلب الهواتف، ولا ما كانش عندك شارجر ما كاينش الاعذار. فما يمكنش لينا نبدلوا شي حاجه اللي حنا اصلا ما واعيينش بها. ثاني حاجه قاد البيئه ديالك. ما غنقولش لك مسح السوشيال ميديا، واخا هذا هو افضل حل، ولكن في لي نوتيفيكاسيون ودير فولو غير الناس اللي كتشوفهم يستاهلوا كيزيدوا بك لقدام ماشي كيغرقوك. وخاصك
درب الخوارزميه ديال مواقع التواصل الاجتماعي. الا طلعت لك شي حاجه ماشي هي هذيك ماشي انتريسي بها دير غير مهتم وهنا راسك. ثالث حاجه حاول تبني العادات اللي كيعطوك دوبامين صحي. ما كنتيش كتقرا بدا تقرا، ما كنتيش كتريني تريني، المهم هو تبدا ولو بشي حاجه بسيطه وتعمر وقتك. اخطر حاجه ممكن نعرضوا لها راسنا هو الفراغ. لما حدك كملتي معنا هذا الفيديو لحد هنا راه انت من القله اللي باقي قادر دماغها يستحمل ويصبر في سبيل التعلم. الا عجبك المحتوى واستفدتي خلي معك واحد التعليق، قرا وزيد قرا باش نعرفك كملتي الفيديو حتى الاخر. واذا كانوا عندك افكار لمواضيع الفيديوهات الجايه خليها معك في التعليق. تحياتي.